السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. يا جماعة احترموا الجنوبيين. البعض منا نحن الشماليين المفروض ان احنا نحترم قضية اخوتنا الجنوبيين. ليش نوصفهم او ننعتهم بالانقلابيين والانقلابيين قدام عيوننا داخل صنعاء يحكمونا؟ الرجال اللي وقفوا معانا احنا الشماليين لما كنا نقاوم الحوثي الجنوبيين، اليوم ننعتهم انهم مرتزقه وانهم جنوبيين وانهم اساسا هنود وانهم بقايا بريطانيين وانهم مرتزقه وانهم انقلابيين. ما ينفعش، عيب، استحوا، عيب تدخل في امي ولا في عرضي ولا في اختي ولا في من يخصني، لان انا اقول كلمه حق في اخواننا الجنوبيين. اقسم بالله العظيم عيب توتح لك الشرعية لا لحد الآن حوالي 12 سنة. لا عالقة قريح اللي كان يقاتل عشان شرعية، لا جاب رواتب، لا أمنة، لا ادى نفط، لا ادى غاز، لا ادى كهرباء، لا ادى أي مقومات الحياة كبني آدم محترم في بلاده، ما جابتش. واليوم تدشي الشرعية تيجي تحكم داخل الجنوب، ما حكمش داخل الشمال، ما حكمش أساسا داخل مأرب عشان تحكم داخل تعز، عشان تحكم داخل صنعاء. الانقلابيين مش اخوتكم الجنوبيين، احنا والأخوة الجنوبيين جحرين في لباس. إن كان في خلاف فخلافنا سياسي، عندما يكون في عدل ويكون في حكمة بنتآخي بيننا البين، كان في فك ارتباط ولا احنا كلنا احنا اخوه. لكن عدونا الاساسي الانقلابي اللي داخل صنعاء، اللي جاء من كهوف مران اهتك عرضي وعرضك، اللي دخل بيتي وبيتك، فجر مسجدي ومسجدك. اما الجنوبي ما فجرش بيتك، الجنوبي ما طردكش، الجنوبي ما لغمش، الجنوبي ما قنصكش، الجنوبي ما فجرش المساجد حقك، الجنوبي ما غيرش منهجك، الجنوبي ما قمعكش. أنت لما تقمع الجنوبي الآن وتقمع قضيته أنت إنسان دامس لهذه الدرجة. بعض المعلقين وبعض الناس وبعض النشطاء مستحليين الدعس حق الحوثي لدرجة إنكم صرتم تقولوا على الجنوبيين إنهم انقلابيين وهم يطالبوا بحق. غلط، والله عيب علينا، والله عار. دولة كانوا اتوحدنا ما خارقتهمش، يشوفوا كل ارتباط افتكوا. إن كانتم متمسكين بالوحدة وتشوفوا إن الوحدة مرة مكسب لنا، أرونا وين المكسب؟ وين المكسب؟ أنا لي الآن 33 سنة الدولة ما جبتليش حتى شوكة، الدولة ما جبتليش إبرة ضربة لي، ما قد بس حب اليمن فطرة بنا، فطرة بالدم قدو. ولا اليمن ما فتناش، اليمن ما عملت ليش ولا عملت لك ولا عمل لأبوك ولا بتعمل لنا أصلاً. احنا نحب اليمن، لا تزاودوا علينا. لكن اللي دعس علينا واهاننا ايران وتدعم الحوثي اللي هو انقلابي. اما اخوك الجنوبي لا، قاتل معك، اخوك الجنوبي من دمك ولحمك. استحوا، عيب. لا صكوك الشرف والوطنية هذه لا تصرفوهاش علينا، احنا داريين. لانه عادهم بالفنادق يضحكوا علينا ويأكلوا ويشربوا اهاليهم في رخاء وانت بين الخرع. كاي يقول لي انقلابيين، اقسم بالله انهم اشرف ناس واطيب ناس يا رجال، منهم 7 مليون الشيء يتخارجوا منك يا رجال، عندك دم خليه. حزب الاخوان المسلمين لهم الاصلاح معاهم 2000 قلبوا الدنيا قلب، ضحكوا علينا ب 2011 وذا احنا ناكل خر، قد الخر خرج من لقوفنا وصاملين وعادهم لحد الان يتفاخروا ب 2011 وثورتهم. وانت ما تشيش هذول الاخوه يتمسكوا بقضيتهم وتنقتهم وتقول عليهم هنود وبنقال وانهم مرتزقه. والله ما مرتزقه، اللي جالس عادي، ناس محترمين وعندهم قضيه.